يعني هي مش مصرية عشان تبقى زوجة تانية، بس التونسية رايحة تتعلم الرقص في بلد الراقصات. أكتر نسبة وصلت ل 99% في مصر إيه؟ نسبة التحرش. تخيلي دولة الرجالة فيها يتجوزوا 4 بس كمان بيتحرشوا. أنا راها ما غلطتش، وهي رغم اللي اعتذرت في بلاصتها ما نعتذرش. لا مجال للمقارنة ما بين المرأة التونسية والمرأة المصرية. الله غالب. ما عندكم الجمال، أين الجمال؟ أين الجمال؟ ما عندكم حتى شيء. المرأة التونسية أول واحدة سيقت الطيارة هي تونسية. قالت لك الأهرامات راها عادية، أنا واحدة من الناس راها عادية. هي مجرد مقبرة جماعية ضخمة عملاقة في الصحراء في الخليل المخلي، فيلم رعب. وين الجمال في الأهرامات؟ كي تقول قرطاج ضخامة وفخامة الاسم تكفي. انتم باش عندكم فرعون رمز الطغيان والاستبداد والظلم والقهر. مصر الفوضى والخماج والوسخ غارقين فيه هنا، الزبالة لهنا والمديونية. فأنتم تعيشوا في مجتمع ذكوري في مصر، وأكبر نسبة تحرش إجرام وجرائم الشرف كلها في مصر. تحية المرأة التونسية وتحية تونس. احنا اصلا عندنا كلمه مصري شتيمه، بيقول لك انت مصري يعني انت بتلك كتير، سلطه كتير، كفته قليل. اوكي، احنا عندنا شتمه كلمه مصري في تونس لو انتم ما بتعرفوهاش. اوكي، تونس دي لما بتشوفيها بس من الخضار اللي فيها عينك تتعمي. وربنا عشان قد قلوبنا صافيه، وما عندناش الدعايه في التلفزيونات، وما عندناش الرقص وهز الخصر، فربنا مدينا طبيعه حلوه. سلام بقى على الحشرات لما تجيب في سيرة مصر، اهم دول حشرات بيجيبوا في سيرة مصر. دول تونسيات بيدافعوا عن البنت التونسية اللي غلطت في مصر. وزي ما انتوا سامعين كده يعني بيقولوا الأهرامات مقبرة جماعية. معرفش، أنا يمكن ما كملتلكوش الفيديو للآخر. وبياكلوا فسيخ، مع ان الفسيخ دي أكلة شعبية مصرية عادية مشهورة بها مصر، بتتاكل في وقت معين من السنة. ما احناش طول السنة قاعدين بناكل فسيخ. والاهرامات ديت من عجائب الدنيا السبعه، هي ومناره الاسكندريه. يا جهله انت وهي. وبعدين اي حد عايز يشتهر، عايز يبقى ترند، لازم يجيب في سيره مصر، لازم يحك في مصر. اي فنان عايز يبقى فنان بجد وعايز يبقى معروف بجد، معروفه لازم بيعدي على مصر، عشان مصر هوليود الشرق. هي مصر اللي هتطلعه، ومصر اللي اللي هتنطقه، ومصر هي اللي هتعلي شأنه، ومصر هي اللي هتخليه مشهور، ومصر اللي هتخلي في جيبه فلوس. فمعروف اي حد عايز يبقى مشهور، والامثله كتير من زمان ودلوقتي. اللي عايز يبقى مشهور وعايز يبقى معروف وممثل بجد او فنان بجد بيجي على مصر. وانت عايزه تبقي رقاصه، فانت بصيتي لفيفي عبده الرقاصه. طيب يا جهله، ما لفتش نظرك في الادب نجيب محفوظ، طه حسين، العقاد، صلاح جاهين، احسان عبد القدوس، يوسف ادريس؟ ما لفتش نظرك في الفيزياء والكيمياء احمد زويل اللي واخد جايزه نوبل؟ ما لفتش نظرك في الطب مجدي يعقوب؟ ما لفتش نظرك في الفن نفسه يوسف بيك وهبي؟ ما لفتش نظرك يوسف شاهين المخرج العالمي؟ محمود المليجي، عبد الحليم حافظ، ام كلثوم؟ ما لفتوش نظرك علشان انت جهله. انت بصيتي لفيفي عبده، مع انها برضو بتقدم فن شرقي، وده معروف في جميع مش الدول العربيه بس، ده بقى معروف بره كمان الرقص الشرقي ده. فانت ما لفتش نظرك غير فيفي عبده علشان انت عايزه تبقي رقاصه. احنا نعمل لك ايه؟ انت عايزه تبقي رقاصه، فعلشان كده جايه تحكي في مصر، وجايه تتكلمي على مصر. فانا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا كان عندي سؤال في الاخر. بقول ان في تونس، انا مش عايزه اغلط في بلد كامله زي ما هي غلطت في بلد كامله، لكن بيقولوا ان الستات هناك بتطالب بتعدد الازواج وماسكين الرايات الحمراء. يعني فهمونا اخبار الموضوع ده ايه.